يلا بينا النهارده نعمل البوريك بتاع الافران بالطريقه الاصليه وباقل تكاليف. وحشتوني من اخر مره كنا مع بعض، اتمنى تكونوا بنفس قدر الحماس اللي انا بيه النهارده. جايه لكم النهارده بوصفه خفيفه هتعجبكم، هتنفع لينا للبيت وللمدارس للشغل لايا كان. تابعوني لاخر الحلقه عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. نسمي الله ونبدا بالمقادير. جايبه لكم النهارده هنعمل مع بعض النهارده البوريك بتاع الافران، الوصفه الاصليه للبوريك بتاع الافران. فاحنا هنسمي الله كده. معانا اول حاجه نص كيلو دقيق يا اما متعدد الاستخدامات يا اما دقيق المخبوزات، ويا ريت يكون دقيق نوعه كويس. الماده الدهنيه معانا النهارده حاطين نص كوبايه زيت على نص كوبايه سمنه، 3 معالق سكر ابيض عادي، 3 معالق كبار خميره فوريه، رشه ملح، وكوبايه الا ربع ميه دافيه. المعجنات دايما حطي لها ميه دافيه عشان تضمني الخميره بتاعتك تتفاعل، ومعلقه كبيره صلصه بيوريه. للحشو معانا هنجهز دلوقتي جبنه اسطنبولي، هنمشي مع بعض الخطوات واحده واحده، بس خلينا في العجينه الاول وهنشوف هنعمل ايه. كوبايه الا ربع ميه دافيه، وعاوزين تضمنوا ان الخميره بتاعتكم شغاله علشان تضمني ان الوصفه بتاعتك تطلع مظبوطه للاخر. شغلي الخميره بتاعتك الاول. يعني ايه تشغليها في الاول؟ يعني كوبايه الميه دي حطيها في حاجه اكبر من كده، حطي عليها الخميره وحطي عليها السكر، بس ما تحطيش كميه السكر كلها، نص معلقه سكر بس. قلبيها كويس وغطيها وسيبيها تتفاعل عشان تضمني ان الخميره بتاعتك باذن الله كويسه. انا ضامنه ان الخميره بتاعتي كويسه وضامنه النوع اللي انا شغاله بيه، فاشتغل بيها على طول. هحط 3 معالق كبار خميره، 3 معالق كبار سكر، معلقه صلصه بيوريه اللي هي صلصه الطماطم يعني. هنقلب كل ده مع بعض. سمنه على زيت زي ما قلت لك، عايزه تحطي ده بس تمام، عايزه تحطي ده بس تمام. بس عايزه اقول لك ان انت اضمني ان انت بجد الطعم بيطلع لا هي مقرمشه ولا هي طريه معجنه، يعني بجد بتبقى مظبوطه من كله. للعجينه بتاعتي بقى بحتاج نص كيلو دقيق. دايما اتعودي وانت بتضيفي الدقيق بتاعك ما تضيفوش مره واحده، احنا هنضيف شويه ونعجن فيها بشويش، نضيف شويه ونعجن فيها بشويش، لان احنا متعلمين من قبل كده ان كل نوع دقيق بياخد سوائل اكتر من غيره او اقل، بيفرق على نوع الدقيق عن غيره. فبتحطي شويه وتعجني. حسيتي بعد ما ضفتي كميه الدقيق بتاعتك ان هي ملزقه شويه، حط بس رشه، مجرد رشه، علشان بجد المقادير بتاعتها هي خلاص كل حاجه قد بعضها، بس زي ما بقولك هي بتفرق في نوع الدقيق. فبس تحطي رشه لو هي ملزقه. لو حسيتي ان هي ناشفه شويه بتضيفي شويه ميه دافيه صغنطتين، وممكن تضيفي معلقتين حليب اللي هو اللبن. تعرفي العجينه بتاعتك تمام امتى؟ لما الطبق بتاعك ينضف كده. عاوزينها عجينه لينه، مش قاسيه اللي هي ناشفه اللي هي بتتقطع معاكي، بتتقطع من بعضها، ومش ملزقه خالص. ايدينا نضيفه اهو واحنا لسه بنعمل فيها. الطبق بتاعي اهو ما حطيتش كميه الدقيق كلها، والعجينه بتاعتي شايفين العجينه عامله ازاي. انا لسه هعجن فيها لحد ما احس ان هي جاهزه. خلاص هلم الدنيا معايا واسيبها تهدى كده نص ساعه ترتاح، لان احنا في الشتاء انتوا عارفين ان هي وقت التخمير بتاعها بيبقى اكبر شويه، فهسيبها ترتاح نص ساعه. زي ما انتوا شايفين كده غطيتها بستريتش راب. لو ما عندكيش ستريتش راب ممكن بشنطه عادي خالص، الشنطه اللي هي بتاعه المطبخ، افتحيها كده وغطي بيها. ما عندكيش يبقى فوطه مطبخ تكون نظيفه. غطيناها. الفرن بتاعي بس مدفياه مش اقل من 3 دقايق بس مدفياه علشان الجو شتاء. هحطها في الفرن علشان تخمر، وبعدين نص ساعه وهشوف الحجم بتاعها تضاعف وجاهز ان هي نبدا نشكلها. هوريكم برضو حجمها المفروض يبقى قد ايه. حطها في الفرن دلوقتي عشان تكمل الخمر بتاعها وارجع لكم. انا حطيتها في الفرن اهو. اوعوا تحطوها في الفرن تخمر وهو الفرن شغال. انا شغلت الفرن دفيته فقط وطفيت الفرن علشان تاخد درجة حرارة او تبقى الجو بتاعها مهيأ ان هي الخميرة بتاعتها تتفاعل وتخمر كده. خلاص رجعت لكم تاني. العجينة بتاعتنا شايفين حجمها اتضاعف وبقت قد ايه؟ شايفين الحجم بتاعها؟ المفروض ان هي كده جاهزة اهي. شايفين بسم الله ما شاء الله عاملة ازاي. هنحاول كده ناخد من الجنب عشان الخمر بتاعها ما يروحش. هنعمل كده نسمي الله كده، ومن الجنب هنحاول نقطع كده كرات. المفروض يعني نحاول نخليها قد بعض بالظبط. بصوا انا هعمل ايه. المفروض ان هي اهي صغنطوطه اهي، عاوزاها تطلع مظبوطه. اعملي كده
ونحطها. عندك بقى ما عندكيش استرتش راب زي ما انا هعمل كده، حطيها وعليها فوطه مطبخ نظيفه، تكوني انت عارفه ان هي نظيفه وهي مستخدمه لكده بس. هنكور باقي العجينه كلها بنفس الطريقه اهي. انا هنا خلصت بقيه الكميه بتاعتي. اللي انا بعمله عشان هي المفروض ان هي كده ارتاحت، اللي انا بعمله ان انا ببدا من اول واحده انا عملتها، مش من عندي، ببدا من اول واحده عشان العجين يبقى ارتاح. نسمي الله كده اهو. تجيبي العجينه بتاعتك بططيها كده اهو زي كده، شايفين الحجم يا دوب. الجبنه بتاعتنا حط الكميه المعقوله بقى على حسب انتي حابه قد ايه. حاولي ما تزوديش قوي، حاولي تقفليها حلو قوي قوي علشان ما تتفتحش منك في الفرن اهو. والناحيه اللي انتي عملتيها اللي هي الناحيه اللي انتي قفلتيها هي اللي تتحط من تحت. احنا كده خلاص خلصنا بقيه الكميه بتاعتنا. حبيت اوريها لكم في الوقت ده ليه؟ عشان تعرفي امتى هتدخليها الفرن. شايفين كل واحده بالتدريج، دي اول واحده احنا بدينا بيها. انا لما بدات خلصت الصينيه دي غطيتها بستريتش راب وحطيتها على جنب زي ما اتفقنا في الاول علشان ما تنشفش. دي اللي اتعملت بعدها بدات تاخد نفس الحجم بتاعت دي، ودي اخر حاجه انا عملتها. هغطيهم بستريتش راب، ولكن اللي هتدخل الفرن انا مشغله الفرن بتاعي. المفروض ان احنا بنعمله على 180، انا هعمله تحت بس مش تحت وفوق، لان انا مش محتاجه اللون هيتحمر قوي من فوق، هتاخد لون الفرن العادي. انا دلوقتي كل اللي انا هعمله اللبن العادي من غير اي اضافات خالص اهو. وانتوا عاوزين لو مش حابين الاضافات اللي انا هحطها انت تقدري تدخليها زي ما هي، لكن انا عشان عاملاها بالطريقه الاصليه بتاعه الافران فانا هعملها بنفس الطريقه. ده انا هعمله دلوقتي اهو بالفرشه بتاعتي، وبمسح على وشها بس كده اهو. نعمل اول صاج معاكم عشان ندخلها الفرن. اللي انا جايباه هنا دي حبه البركه، ودي حبه بركه على سمسم. حبه سمسم لوحده مش هتقول لا، حبه بركه لوحدها مش هتقول لا. مش عاوزه الاتنين. في اطفال عندهم مثلا حساسيه من السمسم، ما تحطيش خالص اهو. عاوزينها تطلع بنفس الشكل الاصلي بتاعها. الفرن بتاعي زي ما قلت لكم شغال دلوقتي علشان يسخن ويبقى جاهز. هحطها في رف اوسط. زود الحليب هنا شويه. هحطها في رف اوسط مشغله الفرن من تحت بس. انا هنا جهزت اول صاجين معاكم. انا هدخل الصاج الاولاني مش هدخل التاني غير لما ياخد حجم ده. دخله لان الفرن بتاعي كده خلاص هو تمام. هدخله وبعدين هغطي دول بستريتش راب وادخلهم زي ما قلت لكم ساعه ما ياخد الحجم ده. ولما تطلع من الفرن هي ملهاش وقت خالص، ده على حسب حراره الفرن بتاعك عامل ايه. مفيش توقيت مثلا انا اقول لك 50 دقيقه ولا 30 دقيقه، لا. وعينك عليها اول ما تاخد لون ذهبي من تحت طلعيها. وسهل جدا ان هي هتبان استوت امتى، لان بمجرد ما انت عرفتي تمسكي العجينه بتاعتك واخدت لون ذهبي من تحت هي خلاص جاهزه. دي شكلها بعد ما طلعناها من الفرن. دي الكميه كلها، تخيلوا ان دي طالعه من نص كيلو. شايفين السوا بتاعها عامل ازاي؟ احنا مش محتاجين اكتر من كده. ممكن ناخد اللي هي بالجبنه، شوف كده عامله ازاي من جوه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اللون بقى بتاعها الصلصه البيوريه اللي انا قلت لكم عليها هي اللي مخلي اللون بتاعها جوه وبره زي كده. مش محتاجين خالص ان احنا نحمرها. عايزه اقول لكم ريحتها فكرتني بريحه امي في البيت، يعني تحسي ان هي ريحه امهاتنا كده، ريحه الخبيز في البيت والحاجات الحلوه دي. جربوها وباذن الله مش هتندموا. عاوزاكم في تعليقات تقولي لي ايه رايكم في وصفه النهارده، وهستنى تقولوا لي اعمل لكم ايه الحلقه الجايه. كنت مبسوطه قوي ان انا معاكم النهارده. تصبحوا على الف خير.